فوق هذا الجبل تم فرض الحصار على أشجع امرأة في المنطقة. كان في سلطان حاب يطلب يدها الزواج لكن رفضت ذلك، فقرر يفرض عليها الحصار. هذه مباركة بنت الخص عندها قصة غريبة كان يلحق فيها شخص السلطان المريني بالكحل هذا بعد اللي قدم لها طالب الزواج ورفضت. على لأن كانت عنده طموح توسعية، يعني بعد اللي رفضت هو غزا المنطقة بحكمها أنها هي تعرف المنطقة وتعرف أماكن الصعبة. طلعت إلى جبل القور. جبل القور عندها منفذ واحد، طلعت المواشي تاعها يعوش تحتوي في القصر وبنات السور هذا كما شفنا. تخيلوا معايا حصار في وسط الصحراء وما عندك لا أكل ولا مؤونة، تطلع بالحاجات اللي عندك وفقط. هنا جنود حوطوا المنطقة وحصروها. بعث الجنود تاعو تحت هذاك الجبل تاع القور. وش دارت؟ كانوا محاصرينها لتحت ويستناو فيها يخلص لها المؤونه، يخلص لها الماء. ايضا هي كانت معروفه بالذكاء، فهي دارت لهم خطه. جابت هذوك الخرفان وكلتهم الشعير اللي كان عندها غير شويه داك وكلته لهم وبعثتهم لتحت. يعني بقات توصل لهم ميساج باللي عندي كفايه لمده سنه او سنتين من الشعير والماء. يعني هذوك الجنود حكموا هذوك الخرفان، ذبحوهم. كي ذبحوهم شافوا كرشهم واش فيها، لقاو بلي فيها الشعير فيها الماكله. قال كيفاش هذه احنا حكمناها حصار وهي مازالت الفوق قاعده وزادت الماء في ساعه واحده اخرى. الماء قال دوك يخلص لها الماء الفوق. غسلت الصوف تاع الخرفان بهذاك الماء. كي شافوا الماء يجري لتحت وفيه البقايا تاع الصوف، يعني مازال عندها الماء بزاف. حبت هي يعني توصل لهم فكره باللي عندي الماء كفايه او عندي بئر. وهنا نجحت فكرتها، قدرت توصل رساله انه عندها مؤونه تكفيها تعيش بها مده طويله. هم ألغوا الحصار، ترجعوا إلى منطقة رباوات وهي تنقل توجهت حوالي 500 كيلومتر إلى ولاية المنيعة اللي راها ضربتني بانية فيها قصر مزاره قاعد الآثار تاعها. شوف سبحان الله، تعرف كيفاش مليح لما تحكي وتعرف قيمته. بعدها غادرنا جبال القور واتجهنا نحو مكان في وسط الصحراء القاحلة. مشينا بعربتنا في الطريق الوعرة حتى قابلتنا مجموعة من أشجار النخيل وبجنبها بناية واقفة وشكلها يدل على أنه لها تاريخ قديم. دخلنا وسط النخيل وركنا عربتنا. والان رانا في قصر مباركه. كيفاش حكيتوا هذا القصر؟ قصر مباركة بالخاص هي أميرة هلالية من بني هلال عرب. عاشت ما بين القرن ال11 وال12، يعني أسست قصر تاعها هنا في منطقة برزين بريزينا. كانت تعتمد على النشاط الرعوي والزراعة. بالنسبة للشكل الهندسي تاع القصر مباركة بالخاص عنده بابين. أيوه. الباب الأول تاع الجنود والأميرة، هذا اللي رانا فيه، والباب الثاني تاع الفلاحين. منا كانوا يدخلوا الفلاحين بالعربات تاعهم القديمه في الحصان ولا الحمار وهذيك الجراره تاع الحطب. الوسط شؤون الإمارة، شغل كالإدارة، والغرف الفلاحين، وكذلك قاعة اجتماعات، أماكن حراسة قصر مباركة بالخص. هذو هما الحاجات اللي نحبها انا. دخل نحرس، زيد تخرج معايا كوبرا المره هذه. يا جماعه راني مضروب اقرب قصتي ما كان زيدوا لي. هنا كانوا بكري يحرسوا. شوف عندهم هذه الجهه وهذه الجهه وهذه الجهه، يشوفوا واش راهو جاي من كل المناطق. والواحد البرود هنا في هذه القاعه تحتاج هذاك المكيف، خلاص هو طبيعي. بالنسبه للمواد اللي يخدموا بها السقف تاع هذا القصر هي الجريد والكرناف، والجدار يديروه بالطين. وهذا يدل على أنهم كانوا ناس بسطاء ومعيشتهم هادئة. روحوا تشوفوا معايا غرفة تاعهم كيفاش كانت بكري قسموها. الأولى هي مطبخ، هنا الكانون وين يطيبوا دخانات تطلع الفوق. هذه هنا غرفة الاستقبال، وهذه غرفة النوم. جايين كامل بالطول، عندهم رواق واحد. بالنسبة لمادة الطين، مادة الطين هذه فصل الصيف باردة، فصل الشتاء دافية. أنا نحس بالبرود دوكا. أشهر المقولات مباركة بالخص كانت تقول لهم بكر لحاجتك تقضيها، وكانت تقول لهم المرأة قبل الصوم زوجوه، يعني كي يجيك واحد عليها مدها له. فهمت؟ في مرحلة من الزمن كانت هذه المنطقة غنية بالمياه وكان فيها وديان تجري، لهذا لقوا النخيل منتشر فيها. الأميرة الهلالية كانت لديها منابع للمياه. المنابع هذه كانت على اتصال بمنطقة اللي دارتها تاع الفلاحة، يعني أم المي تبعد حوالي 40 كيلومتر منها. كانت كي تبغي توصل مؤونة يعني خبز وتمر وحليب ديرها في القفة، ديرها في المجرى تاع الماء. هذا المجرى تاع الماء هذا هو منا كان على اتصال من منطقة أم المي، حوالي 40 كيلومتر توصل المؤونة الفلاحين. واحد ما يقيسها توصل. تخيل تحط شتا هذيك قصة سيدنا موسى لما ما حطاته في هذاك الصندوق وراح يمشي في الماء، يعني أسطورة هذه المرة. بيت أسطورة معروفة وعندها تاريخ كبير. اكتبوا لي في التعليقات إذا كاين قصور وأماكن مخفية زي هذه ما نعرفوهاش باش نزوروها.